السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ حورية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس. طبعا كلنا ما بنستغناش عن الفول، وهنعمله في البيت ان شاء الله بطريقة جميلة ونظيفة، طبعا احسن من المطاعم. لان طبعا المطاعم بيحط عليه مواد عشان تسويه، فطبعا ما بيبقاش صحي خالص. هنبدأ النهاردة بسم الله. نص كيلو فول غسلينه ونقعينه من بالليل. شايفين ابيض زي الفل ازاي؟ انا نقعته من بالليل وغيرت له الميه كده في نص المده، وحطيت عليه ليمونه عصرتها وسبت القشره معاها لحد تاني يوم الصبح. شايفين ابيض زي الفل. طبعا ولو في اي واحده غامقه ولا اي حاجه هتطلعيها طبعا قبل ما نسويه. مجهزين بقى معلقتين قمح، اللي هو القمح بتاع البليله، غسلينهم وما تنقعهمش، يعني غسلينهم غسله كويسه. وادي 3 معالق عدس اصفر مغسولين برضو، وجزرايه كبيره مبشوره، ومعاها طماطمايه كده. هجيب بقى طبعا حله، او لو انت عندك الدماسه اللي بندمس فيها الفول. انا ما عنديش دماسه، انا بعمل في حله عاديه. هحط بقى نص الفول، شايفين هصفيه كده من اي ميه زياده. هحط نص الفول في الحله الاول، وبعدين هحط عليهم الحاجات التانية. ادي الجزر هحطه في وسط الفول، علشان اما احط الميه المغليه على الفول ما تعومش الحاجات دي فوق وش الحله، يبقى الفول متقل عليها وتبقى في النص. هحط الجزرايه المبشوره، هحط القمح المغسول. طبعا القمح لو ما عندكيش ممكن تحطي بدلهم معلقتين رز، معلقتين فاصوليا بيضه، اي بقول تخلي الميه تلف كده بس ما تبقاش خفيفه. طبعا الفول عشان نقعينه وغسلينه كويس جدا، لما تاكليه لا بتحسي بقى انه بيعمل غازات ولا اي حاجه في البطن ولا المغص ولا الكلام ده. هو طبعا هو الفول بتاع الطعميه عشان برضو بننقعه، لان اي بقول لازم تتنقع اقل حاجه 6 ساعات عشان الغازات اللي فيها تطلع. وادي الطماطميه هنحطها على الوش، وغاليين ميه محضرينها في الكتل هنصب الميه المغليه عليه. اوعي تحطي عليه ميه بارده، لو مش عندك الكتل اللي هتغلي فيها الميه اغلي الميه في اي حله صغيره تانية وصبي عليها. ادي الميه اهي غطيناه، وهحط له شويه كمان عشان الميه دي يا دوب، علشان ما افتحش عليه تاني الا بعد مش اقل من ساعه. خلي الميه مثلا عليه قيرتين كمان. ادي وديناه على البوتاجاز وزودت له الميه. بصوا شايفين الريم بقى اللي على الوش ده؟ زي ما بنعمل كده في اللحمه واحنا بنسلقها، هنشيل الريم اللي على الوش ده علشان يخلي ميه الفول رايقه وصافيه. هنشيل الريم ده كده اهو كله من على الوش، وبعدين هو بيغلي بقى كده هنروح مغطيين وموطين عليه زي الشمعة. يعني اوطى حاجة عندك زي ما بنعمل كده على الرز وهو بيتشرب، هتسيبيه عليه وتنسيه بقى. يعني تفتحيش عليه الا بعد ساعة مثلا عشان تقلبيه تقليبة. طالما النار واطية عليه لا قعره هيشيط ولا اي حاجة. قشطنا كده الريم اهو، هنغطي عليه ونوطي النار، وبعد ساعة كده تعالي قلبيه تقليبة وشقي عليه. لو لقيت المية قلت من عليه زوديه مية مغلية وسيبيه يكمل. شايفين لونه فاتح وجميل ازاي؟ بس هنغطيه ونوطي عليه ونشق عليه بقى كل نص ساعة كل ساعة. لو عايز شوية مية، لو انت مزودة له المية كده مش هيحتاج مية بسرعة. يعني انت خلي المية زيادة عليه كده قيرتين فوق وش الفول، مش هيحتاج منك مية. كل ساعة كده خشي قلبيه تقليبة وبصي عليه وغطيه تاني، والنار واطية زي الشمع. هياخد له بقى 3 ساعات 4 ساعات، انت بقى ونوع الفول اللي انت جايباه. وحاولي لما تجيبي الفول تجيبي الفول الفاتحة اللي لونها فاتح مش المحمرة، علشان ما يطلعش اسود معاكي. انت طبعا كل ما بتشيلي الريم بيعمل تاني، فانا هحاول اشيل يعني 90% منه واغطي بقى عليه واسيبه يستوي.
بس شايفين وطيت النار، بصوا بقى يا دوب بيغلي، وطيت النار زي الشمعة، وهغطي عليه وهسيبه. نيجي بقى نبص كده على الفول، خلاص اخد 3 ساعات ونص. شايفين ما شاء الله، ولونه فاتح وجميل ازاي. ولا تجيبي شوية فول زي دول من المطعم ابدا. شايفين انا هو هوريكم واحدة نهرسها بالشوكة كده، هجيب شوكة عشان اوريكم ان هو مستوي على الاخر، وميته فاتحة وجميلة ازاي، طبعا من الجزراية وشوية العدس اهو. شايفين زي الزبدة، مستوي على الاخر، وميته حلوة جدا كده اهو. انا زودت الاضاءة شوية كده. بقى هنشيل الطماطمية خلاص، شكرا، خدنا منها الطعم وخدنا منها اللون. هنشيلها بقى عشان ما تتكسرش جواه وتعمل قشرة ولا حاجة، ملهاش لازمة. عايزة بقى تعبيه في اكياس وهتحطيه في التلاجة، هتعبيه وهو كده زي ما هو. لو سبتيه في الحلة وركنتيه، كل وشه ده هيبقى بني غامق، لان الفول بيتأكسد مع الهواء زي مثلا التفاح كده. فلازم هتعبيه، يبقى هتعبيه زي كده زي ما هو كده. عبيه في اكياس او في علب زي ما تحبي، وحطيه في الفريزر. وقت ما تحبي تطلعيه، طلعيه قبلها بربع ساعة بنص ساعة، وسيبيه يفك. او حطيه على النار زي ما هو مجمد، ووطي عليه النار. ولا طبعا هتحطي عليه توابل ولا ليمون، هو زي ما هو كده. واللي تطلعيه ابقي ظبطي ايه حياقه. انا جبت طبق هغرف لكم شويه اهو. شايفين ما شاء الله، لونه في منتهى الجمال وطعمه كمان. طبعا انت بتاخدي شويه كده شويه اهو، حطيت عليه طحينه وشويه شطه وكمون وليمون وظبطته وملح، وهنهرسه كده بالشوكه اهو. شايفين ما شاء الله، كله مستوي، مفيش ولا واحده ايه ناشفه، واحسن من بره طبعا 100 مره. يا رب يعجبكم وتجربوه ان شاء الله، وهتلاقوه سهل جدا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب لمطبخ حورية، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.